وقول لي رايك بس بامانه بصراحه، يعني وجود ابو تريكه واحمد فتحي وعماد متعب افادكم مع المباريات التقيله كنتوا بتلعبوها؟ ما فيش شك يا كابتن، اكيد طبعا كان في طبعا كابتن ابو تريكه وكابتن احمد فتحي وكابتن متعب، اكيد طبعا اللعب معاهم شرف لاي لعيب قبل اي حاجه. طبعا اللمه قبل المباراه ولما بتشوف كده كابتن ابو تريكه بغار معاك في اوضه اللبس ونازل تلعب معاه، ده شرف كبير لينا. اكيد طبعا الحته اللي بنتكلم عليها اللي هي الدينيه بقى والحاجات دي كانت بتقربنا جدا من بعضينا، اكيد ساعدونا طبعا قبل كده برده في معسكر فرنسا، كان معسكر كويس، كان اعداد كويس لينا، اكيد طبعا اضافوا لنا كتير. طبعا انا مش هقدر اتكلم عليهم او حاجه زي كده، طبعا دول اضافه كبيره لينا طبعا. واتمنى ان شاء الله في الفتره الجايه ان انا بتمنى ان الكابتن ابو تريكه، يعني ان كان في كلام بينه وبينه ان هو ان شاء الله ناوي ان هو يلعب كاس العالم 2014 هو ان شاء الله. لان كان في مواقف كده حصلت بينه وبينه، كان بيفتح لنا بقى، ما تقول لنا بيفتح كان بيفتح التليفون فعلى على الشاشه حاطط اللي هو الرمز بتاع اللوجو كده بتاع كاس العالم، بتاع الشعار بتاع كاس العالم 2014. فبقول له يا كابتن، قال لي ان شاء الله ناوي على كاس العالم 2014. قلت له انا وانت بقى ان شاء الله. اللوجو بتاع الاولمبياد هو ابو تريكه. كابتن، فالواحد لما بيشوف لعيب كبير زي ابو تريكه وفكر التفكير ده، اكيد طبعا احنا بنطمع ان احنا نكون موجودين معاه برده في نفس البطوله زي الاولمبياد. طبعا شرف كبير لينا طبعا، واتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل كاس العالم ويكون على ايد الشباب، ويكون على ايد الشباب الفتره الجايه ومشاركه كابتن ابو تريكه. ابو تريكه انتم مصممين على ابو تريكه، واضح انه اثر فيكم قوي يا اسلام. طبعا يا كابتن، في كل حاجه يعني فعلا. حتى كمان الابتسامه كده مع اللعيبه وقريب من اللعيبه، ما فيش طبعا اي نوع ولا اي حاجه من التعالي، بيتكلم اي حاجه بتحصل. يعني اي حد يعني عايز يستشير مثلا حد كبير بيروح لكابتن ابو تريكه، او برضه مش عايز اقلل طبعا من الكابتن احمد فتحي والكابتن عماد متعب. طبعا كان في حب، وكان في وقت الصلاه كنا بنصلي في الميعاد، كنا بنصوم، يعني كنا بنصوم، ما فطرناش، كنا بنصوم، وكنا يعني بنيجي على نفسنا طبعا ونصوم. يعني حاجه كبيره جدا زي ما محمود ان احنا يعني لعبنا مع الكابتن ابو تريكه، هتتكتب لنا طبعا.